يلا بينا نعمل تشيكن الفريدو باستا بطريقه سهله جدا وطعمها خطير، لازم تجربوه. اول حاجه عندي طاسه على النار، حطيت فيها شويه من الزيت وهسيبها تسخن جدا، وبعد كده حطيت عليها قطع من الفراخ مقطعه صغير بالشكل ده كده. هسيبها مش هقلبها كتير، وبعد كده هحط عليها البهارات بابريكا فلفل اسود ملح. وبعد كده هشيلها وهنزل عندي بالمشروم مقطعه بالشكل ده كده وهشوحه شويه. بعد ما المشروم اتشوح معايا هشيله على جنب، وبعد كده حطيت معلقتين من السمنه، 3 فصوص من الثوم، هسيبهم يتشوحوا شويه، وبعد كده هنزل عليهم بمعلقه كبيره من الدقيق. هقلبهم مع بعض واسيبهم دقيقتين كده يا دوب بس اشم ريحه الدقيق. عندي هنا فلفل اسود ومكعب من مرقه الدجاج، وهحط كمان كوبايتين من اللبن، وعندي كريمه الطهي دي هحطها، وهقلبهم مع بعض كده واسيب الصوص يتقل معايا شويه. هزود بقى كده شويه من الفلفل الابيض وشويه كمان من الملح، وبعد كده هقلبهم واسيب الصوص يتقل معايا بالشكل ده كده. هزود كبشتين من ميه سلق المكرونه وهقلبهم مع بعض، وبعد كده هنزل بقى المشروم والفراخ اللي انا شوحتهم وشلتهم على جنب. وبعد كده عندي المكرونه سلقتها 3/4 سوا عشان اكمل باقي سواها في الصوص بتاعي. بعد كده هقلبهم بقى مع بعض واسيبهم 5 دقايق كده، وبعد كده ابدا اغرفهم. بجد طعمها حلو جدا، خطيره، لازم تجربوها. حطيت بقى على وشها كده شويه من البقدونس المتقطع صغير. بجد طعمها حلو جدا يا جماعه، انصحكم تجربوها وبألف هنا.